أهلا بكم. دي الحلقة الثالثة في مجموعة حلقاتنا عن قانون الإيجار القديم والجديد والتعديلات المقترحة. في الحلقات السابقة اللي بدعوكم لمشاهدتها تحدثنا عن الفرق بين عقود الإيجار القديم وعقود الإيجار الجديد ومشاكل قانون الإيجار القديم وعن حكم المحكمة الدستورية العليا. النهاردة بقى نتكلم عن التعديلات التشريعية الجديدة اللي الحكومة اقترحتها للبرلمان، وكمان هنتعرف على ردود أفعال الملاك والمستأجرين، وكمان إزاي نقدر نلاقي حلول ترضي الجميع. ملخص التعديلات المقترحة: التعديلات المقترحة تهدف لتحديث العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل، تشمل رفع إيجار الوحدات السكنية ل20 ضعف القيمة الحالية، على أن تكون القيمة الإيجارية بعد الزيادة لا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى. ثانيا، رفع إيجار الأماكن غير السكنية زي المحلات ل5 أضعاف القيمة الحالية. ثالثا، رفع القيمة الإيجارية بعد تطبيق الزيادة سنويا بنسبة 15%. رابعا، النص على انتهاء كل عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات من بدء العمل بهذا القانون، إلا في حالة اتفق الطرفين على خلاف ذلك. خامسا، وجوب إخلاء الوحدة للمالك بعد انتهاء ال5 سنوات. سادسا، إعطاء المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك فيما بعد. لكن ردود الأفعال على التعديلات ديت جت مختلفة ومتباينة. بعض ممثلي المستأجرين طلبوا بوضع ضوابط دقيقة تحدد الزيادة حسب الحالة الاجتماعية للمستأجرين، مع رفضهم لزيادة الإيجار للقيمة السوقية الحالية اللي هتأثر بالسلب على ذوي الدخل المحدود. كمان طلب بعض المستأجرين باستثناء أصحاب المعاشات. أما لو دخلنا على ممثلو الملاك، فبعض الممثلين للملاك رفضوا فترة انتقالية اللي هي ال5 سنوات، وطالبوا بتقليصها إلى 3 سنوات فقط. كمان طلبوا برفع الحد الأدنى للإيجار بشكل ملحوظ، ليبدأ من 2000 جنيه في المناطق الشعبية ويرتفع إلى 4000 جنيه الأماكن المتوسطة و8000 جنيه في الأماكن الراقية. وفي مؤتمر حماية المستأجرين عبر المشاركين عن تمسكهم باستمرار العقود القديمة حتى وفاة الجيل الأول من أبناء المستأجر الأصلي، ورفضهم التعديلات باعتبارها مخالفة للقانون والدستور. وطالبوا كمان بتحرير تدريجي ومعتدل لقيمة الإيجار بعيد عن أي زيادات مفاجئة. وفي النهاية، لكل اللي بيسألنا في الرسائل أو التعليقات عن هذا الموضوع، الوضع حاليا على ما هو عليه. أي نعم، في تشريع يجري صياغته في مجلس النواب، إلا أن التشريع لم يصدر حتى الآن بشكل حقيقي، وكل ما يتم تداوله هي آراء شخصية لمن يصرح بها. وأنا شخصيا أؤمن أن الحل الأمثل لتطبيق حكم المحكمة الدستورية يكمن في التوازن والاعتدال، بحيث يتم تحرير القيمة الإيجارية مع مراعاة مقدرة المستأجرين المالية. كما يجب أن تتضمن التعديلات بحث وضع برامج حماية اجتماعية فعالة تساعد الفئات الأكثر احتياجا، مثل تعويضات مالية أو دعم سكني بديل، وأن يشترك كلا الطرفين المالك والمستأجر في المكسب والخسارة، ولا تكون التعديلات لطرف على حساب الآخر، لتحقيق التوازن، لأن هو السبيل الوحيد لتحقيق ضمان الخاص بالخروج من الأزمة دي بحلول عادلة ومستدامة. وبس كده، دي كانت حلقتنا عن التعديلات التشريعية الجديدة اللي الحكومة اقترحتها للبرلمان وردود أفعال الملاك والمستأجرين حتى وقتنا هذا. ولو حضراتكم مهتمين بالمحتوى اللي بنقدمه، اشتركوا في القناة، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة اكتبوها في التعليقات وهرد عليها بأسرع وقت ممكن. بالغ تحياتي وتمنياتي للجميع بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم.